6 شهور بس قبل ما المرض ينهي حياته تماما، لكن عنده أمل واحد: حجر الخلود. وده مش أي حجر، ده سر مخفي داخل الأفعى الأنثى، واللي بيعتقد إنه هيمنحه الحياة الأبدية. العصابة بتتوغل وسط الأشجار الكثيفة، صوت خطواتهم مكتوم في الطين الرطب، والهدوء اللي حواليهم مرعب. بعد مسيرة طويلة بيوصلوا لمكان غريب، هنا بيحصل تزاوج الأفاعي، ودي لحظة نادرة جدا، ومستر بالدي عارف إنه لازم يتصرفوا بسرعة قبل ما يفوت الأوان. بصوت حاد بيؤمر أحد رجالته إنه يمسك الأفعى الذكر، لكن الراجل بيقف مكانه متردد، نظراته مليانة خوف وكأن حد مسك قلبه بإيده، وبيقول بصوت مهزوز: ما اقدرش يا زعيم، ده جنون. لكن مستر بالدي مش متحمل العصيان بعنف مميت، بيغرز خنجره في بق الراجل ودمه بيندفع بقوة وهو بيقع على الأرض ميت في لحظة. باقي أفراد العصابة بيتجمدوا في مكانهم، والرعب